صعبا وعاد بالفوز لصالح وداد تلمسان بهدفين. هنا ايضا الاحصائيات تفرض نفسها المغرب. اول فوز لوداد تلمسان في مرحله العوده. نذكرك ان اخر انهزام لوداد تلمسان او اخر فوز لوداد تلمسان كان ضد شباب برج بوريريش، كان في 19 فبراير وكان في الجوله 15. اذا اول فوز في مقابله العوده. وبالنسبه لجمعيه الخروب، جمعيه الخروب سجلت 7 نقاط في 3 مقابلات، ولكن تعثرت اليوم، وهي التعثر الاول للمدرب بوغرارة منذ مجيء بوغرارة بعد 4 مقابلات. شعبان ايضا بالنسبه وداد تلمسان والكل من جمعيه الخروب في مراتب محرجه. لا ونشوف وداد تلمسان غير المدرب، كل الفرق اللي تغير المدرب. كاين نقولوا بوغرارة اللي في الخروب اللي عندما غيروا المدربين حقق نتائج ايجابيه وخرج الفريق من كما الكلمه اللي حبها فيصل، هي القوقعه الحمراء. نقول نتائج ايجابيه، ولكن وداد تلمسان عندما غيروا المدرب نقول ما كانش حيويه، ما كانتش نتائج اللي تخليه تخرج من هذه المنطقه. لا حتى شعبان نظن ان حتى المقابله تاع تلمسان كان اكثر واقعيه. عندما شاهد المقابله كانت عنده اراده، كان حاب يفوز بالمقابله، عكس جمعيه الخروب اللي نقول انه يعني ربما حتى الفوز اللي فاز به امام شبيبه القبائل ما جاش تلمسان باش يؤدي نتيجه ايجابيه، ولو انه كان هدف المدرب، لكن في الميدانيا شاهدنا وداد تلمسان كان حاب يفوز بالمقابله. على كل هدف جميل جدا، حتى فقط لا ننسى هدف جميل لبشيري وبطريقه جميله جدا، والهدف الثاني كان لمباركي في هذا اللقاء. الان شعبان كلها اللقاءات تكون فيها عمليه حسابيه كبيره لانه لم يبقى لنهايه هي ما يكفيش دير نتيجه ايجابيه، لازم دير نتيجه ايجابيه. الفرق هذه اللي تلعب على السقوط وتنتظر الفرق المهدده ان تنهزم او تتعادل. درك الوقت الحالي ما الفريق ما راحش كما يقول لك مصيره في يده، لازم هو يربح المقابلات وينتظر المقابلات